ازاي في زومبي في امريكا. انتشر فيديو واخبار في الساعات الاخيره ان في اكتر من ولايه في امريكا الناس ماشيه في الشوارع وكانهم زومبي، لا عارفين هم رايحين فين ولا اصلا جايين منين، وجسمهم منحني ومش مركزين خالص، والمشهد اتحول وكانه فيلم رعب. والسؤال هنا ايه سبب كل ده؟ ده مخدر الزومبي اللي ما بيرحمش حد وبيسبب فقدان الذاكره وبطء في التنفس، وكمان انخفاض في معدلات ضربات القلب وضغط الدم. وبرغم كل الاعراض المميته دي برضه المدمنين بيه ما بيقدروش يبعدوا عنه. المخدر ده انتشر بسرعه جدا في امريكا، والغريب ان كل الناس بتاخده بارادتها الكامله، وبيعتمد في تكوينه على مخدر الزيلازين وده غير افيوني، والمدمنين بيخلطوه مع الفنتانيل وحاجات تانية كتير. المخدر ده بيعمل تعفن في الجلد، ممكن يسبب بتر اطراف في الجسم، وده اللي خلى اداره مكافحه المخدرات الامريكيه تطلع تتكلم مع الناس وكمان تحذر منه وتقيد انتشاره، لان في بيانات بتقول ان في حالات وفاه من الموضوع ده. المخدر ده بيتاخد عن طريق الشم، وكمان بيتاخد بالحقن وينفع يتضاف للسجاير. فتفتكروا بقى ايه السبب اللي ممكن يخلي حد يعمل في نفسه كده؟